سلام سلام، ان شاء الله تكونوا بخير وصحتكم بخير. اليوم جيت لكم بوصفه كروكيت بلا لحم وبلا بطاطا، يجوا بنان ومقرمشين. نتمنى انكم تجربوهم وتشاركوني رايكم في التعليقات. نروحوا مباشره لطريقه التحضير. بصل، زبده، فارينه، جبن مبشور، طون، ملح وفلفل اسود، حليب. اكيد اول حاجه نبداو بها هي نحط الزيت في المقله، نزيدو عليها البصل ونبقاو نحركو فيه حتى نحسو دخلو طياب. نبقاو نحركو باش ما يتحرقناش، نزيدو عليه الزبده ونبقاو نحركو حتى تذوب. غير تذوب الزبده نضيفو الفارينه ونحركو هنايا بالفوي حتى يثقل لنا الخليط. وغير يثقل الخليط نزيدو عليه الحليب كما راكم تشوفوا في لا فيديو، ونبقاو نحركو حتى تروح لنا هذيك التكتلات ويصبح عندنا الخليط سائل، ونستناوه حتى يثقل. قبل ما يثقل لنا نزيدو الفلفل الكحل والملح والطون والجبن المبشور، ونبقاو نحركو مليح حتى يثقل الخليط. هذا هو القوام اللي نتحصلوا عليه. نديروه في بلا ولا طبسي ولا اي حاجه تساعدكم، نديروه في المجمد غير يجمد نخرجو كما راكم تشوفوا. نبداو نشكلو فيه على شكل سيجار. من الاحسن يدك تدهنيها بالزيت، نرمدوه في البيض ومن بعد في الفارينه ومن بعد مره اخرى في البيض، واخر مرحله في لا شابلور. بعد ما كملت لي سيجار تاعي نرجعهم في المجمد ونبدا نجبد غير بالوحده والزوج، وطبعا الزيت تكون سخونه ونحطو فيها لي سيجار تاعنا. نبقاو نحركو فيهم غير ياخذوا اللون الذهبي نحوهم. وهنايا على قلت لكم خلوهم في المجمد تجبدوا بالحبه والزوج باش ما ينطلقوا لكمش. من المقله مباشره للكسكس باش يقطروا لنا من الزيت. نروحوا مباشره لصلصه الثوميه اللي نحتاجوا فيها علبه ياغورت طبيعي، ثوم، جبن مثلثات، ملح وفلفل اسود. هنايا الزيت تكون نفس الكيله تاع الياغورت الطبيعي. نروحوا مباشره لطريقه التحضير. نحط المكونات كاع في ضربه واحده ما يهمش. الثوم مع الياغورت مع الزيت مع الفلفل كل حاجه ضربه واحده. واكيد نستعملوه برا ميكسر. هنايا البرا كي تبداو خلوه ثابت في الطاس، ما تتحركوش، غير تشوفوا القوام ولا بيض ابداو بالبرا. طلعوه هبطوا حتى يثقل لكم الخليط كما راكم تشوفوا. هذا هو شكل الثوميه تاعنا. هذا هو الشكل النهائي للكروكات وصلصة الثومية. نتمنى تنال إعجابكم. سلام.